في هذا المقام هل عبد الضعيف كسني سابق أحس مو بالخجل، بالخزي، لأنه تراث كامل يخبي رجل صالح لأنه نصر أهل البيت، عاش 75 سنة في ظل الإسلام، شاف النبي وسمعه. شوف هذاك المجرم اللي قلت لكم عليه البارح يطالع في غرفة النبي، طالع في حجرته يريد يشوفه في حياته الخاصة رضي الله عنه، وهذا يعيش مع النبي ومع الأئمة ويستشهد في كربلاء لا ذكر له. أنا أحس بالخزي لما أشوف نفسي أنتمي إلى تراث يمارس هذا المستوى من التكتم والجحود من الكتمان. يا أخي ذكروا وقول قتل في كربلاء، يتكلم عليه كأنه ولد يوم 10 محرم وعمره 75 سنة، بينما لما تيجي عند الشيعة صحيح ما تلقى ذيك التفاصيل، ولكن تلقى كلام عن نسبه، تلقى كلام عن احتكاكه بالأئمة عليهم السلام، تلقى كلام عن تقواه، عن قراءته القرآن كل ليلة، تلقى كلام كثير. وهو في 75 شوف هنا في يوم كربلاء كاين واحد اسمه الحسين بن نمير. هذا الحسين بن نمير كان مع جيش عمر بن سعد، وصل وقت الصلاة، واحد من أصحاب الإمام حسين قال له صار وقت الصلاة، قالوا الإمام حسين ذكرت الصلاة جعلك الله من الذاكرين. قال واحد من أصحابه قول لهم يمهلونا نصليه آخر يوم من الحياة. شوف مليح، قول لهم يمهلونا نصليه. شوف مسلمين يطلبوا من المسلمين حتى يعطوهم فرصة يصليوا. يا سي بركة، يا القرن الأول. أنا بالنسبة لي القرن الأول مانيش عارف، ربي ثبتنا إن شاء الله، ممكن يوم من الأيام نقول كلمة قد ما هي بالكد. هذه وش من قرن هذا اللي يولي المسلم يطلب إجازة حتى يصلي؟ أي مسلم؟ أحد أصحاب الكساء سيد شباب أهل الجنة يطلب من أولاد البغايا أعطونا فرصة نصلي. وش يقول له هذا الحسين بن نمير؟ يقول له إنها لا تقبل. شوف 20 سنة وهو معاوية يربي في الناس على لعن الإمام علي وكراهية الإمام علي عليه السلام، وصلوا إلى درجة أن يعتقدوا أن أهل البيت الذين يصلى عليهم في صلاة لا تقبل صلاتهم. مش قال هذا في تاريخ طبري ترى، قال لا تقبل، إنها لا تقبل. قال له حبيب بن مظاهر هو اللي جاوبه لا تقبل، زعمت الصلاة من آل رسول الله لا تقبل وتقبل منك يا حمار. شوف ما قالوا الإمام حسين هدي اللعب، لا، كلمة حمار كثير فيه هذا. إن شاء الله ما يشارعنا الحمار يوم القيامة يقولوا يا رب ظلموني وشبهوني بواحد اللي يمنع الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ها هو الذي ينهى عبدا إذا صلى. الصورة مكية ولكن تنطبق على هذا المجرم في سنة 61.